السلام عليكم، معكم سالم. فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على لاعبي المنتخب الوطني الجزائري والأداء اللي قدموه في هذا الأسبوع. نبدأ باللاعب الأول، وهو لاعب ليستر سيتي رياض محرز. ليستر سيتي في هذا الأسبوع تعادل 2-2 مع فريق كريستال بالاس خارج القواعد. هذه المباراة عرفت تقديم رياض محرز تمريرة حاسمة في هذه المباراة اللي انتهت بهدفين مقابل هدفين. الأهداف، أهداف ليستر سيتي سجلها كل من هوث وجيمي فاردي، وأهداف كريستال بالاس بنتيكي ويوهان كاباي. اللاعب الثاني اللي جينا نهضر عليه هو لاعب نادي مونبولي الفرنسي رياض بودبوس، اللي لعب فريقه في هذا الأسبوع نادي مونبولي ضد فريق نادي لوريون اللي راهو يلعب على تحقيق البقاء. نادي مونبولي حقق الفوز 2-0 داخل ديار ضد نادي لوريون. وعرفت هذه المباراة تسجيل اللاعب رياض بودبوز هدف الأول في المباراة. ونادي مونبولي راهو يحتل المركز 12 حاليا، وراهو يتجه نحو تحقيق البقاء في الدوري الفرنسي. ونادي مونبولي حدد قيمة تسريح اللاعب رياض بودبوز اللي هي 12 مليون أورو. في ورياض بودبوز حيغادر حسب آخر أخبار نادي مونبولي مقابل 12 مليون أورو في الميركاتو الصيفي المقبل. ولاعب ثالث هو لاعب إسحاق بلفوضي اللي سجل هدفه رقم 13 مع ناديه ستوندارد دو لياج البلجيكي في هذا الموسم ضد نادي سان جيلواس في تصفيات البلاي اوف اوروبا ليج، الدوري البلجيكي. بالفوضى لو يتألق مع فريق ستوندارد دو لياج أو مسجل 13 هدف معه في هذا الموسم. ولاعب ياسين براهيمي لعب البارحة مع فريقه اف سي بورتو ضد فريق سبورتينغ براغا، والمباراة انتهت بين الفريقين 1-1. كان معكم سليم. ما تنسوش تبارطاجيو لي فيديو تاوعي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مرة اخرى. سلام عليكم.